في الفيديو ده هتكلم على الكولا بتاعت البلوزة دي، اسمها بوت نيك، وهي ممكن تتعمل بطريقتين، اما انها تكون جزء من باترون اساسي اللي بتترسم منه البلوزة، او ان هي تكون مفصولة. وهوريكم في الفيديو ده الطريقتين ازاي يتعملوا، وايه الحالات اللي ينفع تتعمل فيها مفصولة وفي حالات ما ينفعش. وهقول لكم كمان على احسن انواع القماشة اللي ممكن تنفذوا بيها البوت نيك دي عشان تطلع بلوزة ناجحة. كمان هقول لكم ازاي تخلوها كرانشي واقفة كده من غير فازلين او اي حاجة من تحت تقويها. هبدأ بالباترون الاساسي وبتحديد الامام. لاحظوا في الصورة دي ان البوت نيك مش مفصولة عن البلوزة، هي حتة واحدة مع الباترون. ولاحظوا كمان ان متاخد شوية من خط الكتف. فانا هنا هاخد 3 سنتيمتر تقريبا من خط الكتف، وهبتدي اوصل خط الكتف بالكولا. هي دلوقتي موصولة زي ما قلت لكم، فانا هعمل كيرف علشان اعمل البوت نيك. طيب ارتفاعها قد ايه؟ الارتفاع ده بيحدده الديزاين. طب اعرف منين شغلي صح؟ اجرب وبعد كده اعمل فيتنج واشوف نفسي انا كده ظبط الارتفاع اللي في الديزاين ولا لا. شوفوا بقى دلوقتي انا بعمل ايه. الخطوط اللي انا باخدها في الكولا دي علشان هقفلها على بعض، لما اجي اقفل الخطوط دي على بعض هو ده اللي يخليها واقفة. هنستخدم قماش قوي علشان يخليها يعني قماش مش ساتان مش شيفون، اوكي، لكن في نفس الوقت علشان اخلي الكولا واقفة وكرانشي وشكلها قوي انا هعمل شوية تفتيح وبعدين تقفيل. بصوا ازاي. الاول بس بعد لما اقص ده انا هشف نفس الارتفاع بتاع الكولا دي على الخلف، لان امام وخلف هيركبوا على بعض. وبعد كده هوريكم التفتيحات دي هعمل فيها ايه. دلوقتي انا هحط باترون الخلف على الامام، اوكي. دلوقتي هظبط الخطوط الكتف على بعضيها بالظبط علشان اخد نفس الكيرف بتاع الكولا. زي ما قلت لكم امام وخلف يركبوا على بعض، فلازم يبقوا نفس الشكل، هيتخيطوا على بعض. فباخد بس الكيرف بتاع الكولا ارتفاعها مع الكتف، بوصلهم ببعض زي ما انا عملت في الامام بالظبط. اشف على الخلف واكمل رسمة الخلف عادي، واعمل برضو نفس التفتيحات دي اللي انا برضو دلوقتي هوريكم تتعمل ازاي، عشان ده اللي يخلي الكولا تفضل واقفة وقوية زي ما انتم شايفين في الصورة كده. بصوا بقى على ما اخلص قص. دي طريقة رسم الكولا، بس الارتفاع اللي اخدته هيفرق حسب الديزاين بيقول ايه. زي ما قلت لكم الكولا الرقبة متغطية فيها لغاية قد ايه، ده حسب الديزاين. وبعد كده اعمل فيتنج، وفي كل مرة هغير فيها ارتفاع الكولا الكيرف اللي اخدته وانا برسم الكولا وانا بسحبه من خط الكتف هيفرق. اللي انا وريتها لكم دي الطريقة البيزك في الرسم. تعالوا بقى نشوف التفتيح والتقفيل اللي هعمله في الكولا علشان اخليها قوية وواقفة ماسكة نفسها. الخطوط اللي انا رسمتها دي انا هفتحها. الخطوط في واحد طويل واحد قصير، انا هفتح الطويل، والقصير ده انا هقفل الخط الطويل عليه. بصوا هو في الباترون الصغير اللي هو قياس 22 ده موضوع دقيق شوية، بس هي سهلة. طريقة التقفيل دي سهلة، بس بقفل الخطين دول على بعض علشان اضيق المساحة بتاعت الكولا. لما اجي بعد كده اقصها في القماش هتبقى واقفة ماسكة نفسها. دي طريقة اتعلمتها من الاستاذ بتاعي في الكولات، بصراحة حلوة. طبعا انا هنا عاملة فتحتين بس في القياس 22 الصغير ده. لما بتشتغلوا على قياسات كبيرة تقدروا تعملوا تفتيحات اكتر من كده علشان يعني كل ما نكترش قوي. طبعا ما نكترش قوي عشان ده بيخلي الباترون يبقى فيه تعرجات مش حلوة ويضايق بقى في القص في القماش، فنخلينا في المعقول. هنا بقى ضرورة التوازن ما بين الأمام والخلف. لاحظوا أنا عاملة فتحتين في الأمام وفتحتين في الخلف، ولو كنت عملت 3 في الأمام كمان 3 في الخلف،
فكرة التوازن، ما يبقاش في ناحية واقفة وماسكة نفسها قوي وناحية تانية مش زيها. يعني فكرة التوازن دي مهمة قوي في الشغل. ودي كانت طريقة البوت نيك الموصولة. شوفوا النتيجة النهائية بتاعتها، ونتنقل بقى بعد كده لطريقة رسم البوت نيك المفصولة عن الباترون. شوفوا شكل الكولا عامل ازاي. دلوقتي البوت نيك المفصولة هرسمها مفصولة عن الباترون، بس هرسمها على أساس الباترون. بصوا بقى، أنا دلوقتي برضو أخدت من خط الكتف، ودلوقتي الجزء اللي أنا برسمه ده هفصله. يعني ده بيتخيط بعد كده، بيتشال من الباترون ويتخيط بعد كده. اوكي، وزي ما قلت قبل كده الارتفاع حسب الديزاين، ونعمل فيتنج ونشوف. ده بالنسبة للأمام، وهعمل فيه برضو شوية تفتيح وتقفيل علشان تبقى ماسكة نفسها قوية. اوكي، مش لازم يكون المرة دي في نفس الاتجاه، المساحة انا حاساها اكبر، اوكي الخط اطول يعني، فممكن التفتيحات ما تبقاش الاتنين لجوه لنفس الاتجاه. عشان يطلع الشغل مظبوط برضو هحط الباترون بتاع الخلف، وهتريس نفس الشيء، نفس اللي انا عملته ده هعمله للخلف. بصوا المرة دي انا بس ايه الجزء اللي هشيله من باترون الخلف، اللي هو ده. نفس خط الكتف هاخد منه شوية، والجزء ده من الرقبة هيتشال، وخلاص على كده. بس شوفوا دلوقتي انا لازم اركز في ان الجزء ده يكون زاوية قائمة. انا مش عايزة احط خطوط كتير علشان الباترون ده صغير قوي، فمش عايزة احط خطوط كتيرة قوي، لكن الضروري جدا ان الجزء ده لازم يكون زاوية قائمة، يبتدي بزاوية قائمة عشان لما اقص القماش يطلع شكل البلوزة مظبوط، وكمان الكولا وهي بتتركب يكون الشغل نظيف. شوفوا هنا النقشة بقى في البلوزتين دول ازاي ماشية مظبوط رغم ان الكولا مقصوصة ومتخيطة. ده شغل AI على فكرة، في العادي مفيش داعي للمجازفة. لما يكون عندي نقشة دقيقة زي دي اعمل باترون البوت نيك موصول. الأقمشة السادة هي دي اللي ممكن اني اعمل البوت نيك جزء من الباترون او افصله. البلوزة اللي فيها بوت نيك كمان عشان تنفذوها وتكون ناجحة لازم تكون معمولة من أقمشة تقيلة. من الأمثلة دي، مش كل الأقمشة بس أمثلة عليها التويد، القطن التقيل، الصوف التقيل، لازم تكون قماشها برضو قوية ماسكة نفسها. أتمنى الفيديو يكون عجبكم.